في 5 علامات في جسمك بتقول إن القلق واخد حيّز كبير خالص، وأنت فاكر إنك أنت بس مُجهد من الحياة ومن الضغوط اللي فيها. زي إيه؟ إنك أنت مثلًا تصحى من النوم حاسس إنك أنت مكسّر، أو دايمًا عندك كده حاجة يعني محشورة كده في زورك، أو في حلقك، مش عارف تاخد نَفَسك للآخر. ممكن تبقى بتحسبه إنه إرهاق عادي، بس الحقيقة غير كده. علم النفس بيقول لنا إن لما العقل ما بيعرفش يفرغ التوتر والخوف، الجسم هو اللي بياخد ال upper hand، فجهازك العصبي بيفضل في حالة من الطوارئ طول الوقت، كأن في خطر حقيقي بيهددك. طب إيه هما الخمس علامات اللي ممكن تشوفهم في نفسك ودي علامات للقلق؟ أول حاجة الجز على السنان، جازز على أسنانك أو الشد في الكتاف طول الوقت. تاني حاجة قولونك العصبي مبهدلك من غير سبب واضح، ممكن يكون كمان نغزة في الصدر أو ضربات قلب سريعة فجأة. رابع حاجة بتعرق كتير أو أطرافك دايما ساقعة. خامس حاجة والأخيرة حاسس بغمامة كده على دماغك وبتنسى أبسط الحاجات. المشكلة هنا إن مش صحتك، مش المشكلة في الصحة أو المشكلة في حاجة عضوية عندك في جسمك هي اللي فيها مشكلة. المشكلة إنك أنت مستنزف نفسيا ومكمل ضغط على نفسك. جسمك عمال بيقولك كفاية، اسمع قبل ما يجبرك تقف. احفظ الفيديو ده علشان تفتكره وقت الضغط وابعته لحد ممكن تكون خايف عليه أو قلقان عليه.